معايا النهارده ساحر بس بطريقه مختلفه جدا. خليكم معانا، هو هيبهرنا النهارده فوق ما تتخيلوا. ومعايا الموهوب الفنان سامح علاء، وانا عارف ان انت موهوب في الخدع البصريه. بادئ بقى الموضوع ده وانا عندي 12 سنه. افتحوا لو عارف. بصوا، يمكن الموضوع يطول شرحه شويه بس انا هحاول اختصره لك. انا كاي طفل عنده 12 سنه حبيت ان انا اجرب حاجه جديده، حبيت ان انا اخد التجربه في اي مجال جديد. ما كانش قدامي اختيارات كتير غير مجال الماجيك. كنت بتفرج عليه على التلفزيون وبتفرج عليه على السوشيال ميديا. حبيت ان انا عايز اعرف اكتر عن الموضوع، عايز اتعمق اكتر في الموضوع. ما كانش عندي اي سورس وقتها ان انا اقدر ابص عليها، بس بصدفه عرفت ان كان في حد هنا في منطقتي بيعمل الالعاب دي، بس كان برضو على خفيف شويه. حاولت ان انا اتعلم منه، طبعا هو رفض في البدايه ان هو يعلمني وما كانش حابب ان هو يعرفني اي حاجه. ابتديت ان انا احاول اكشف منه التريكات، او احاول ان انا اتابع حركه ايده ازاي بيتحرك، اركز في انهي ايد فيهم اللي بتعمل التريك. قفشت اول حركه، بعد كده جابت معاها الحركه التانية، بعد كده جابت معاها الحركه التالتة. ابتدى معايا الموضوع يتوسع شويه. طبعا دورت على السوشيال ميديا على حاجات كتير قوي ان انا اقدر اتابع بيها المجال او ان انا اتعلم منها. طبعا كان معظم السورس اللي جايه قدامي انا مش فاهمها او مش قادر ان انا ادرك حاجه زي دي، طبعا لان انا عندي 12 سنه فمش متعلم قوي لغه، وكانت السورس اللي موجوده كلها اجنبيه، فدي كانت اكتر حاجه ممكن تكون كانت صعبه عليا يعني في الموضوع كله. فمن المميزات اللي خلتني ان انا حابب ان انا اكمل في المجال اكتر واخد فيه خطوات اكتر، ان انا كنت لما بعمل اي تريك لاي حد كنت بشوف عينه اللي هو الانبهار، اللي هو اوف ايه ده، ازاي بيعمل كده، ازاي اصلا حد في سن زي ده بخدع ناس كبيره، او ان انا ممكن اعمل اصلا تريك قدام عدد كبير. كان طبعا الموضوع فيه رهبه شويه، بس كانت الحاجات دي بتحفزني وكانت بتخليني ان انا اكمل اكتر وان انا اتعلم حاجات اكتر. بس فده كان الموضوع يعني مشي معايا بالتسلسل ده. فبحب قوي ان انا اشوف النظره بتاعت الانبهار والنظره بتاعت اللي هو انت ازاي بتعمل كده. بحب اشوف النظره دي قوي في عيون الناس. يا دين امي يا اسطى، ازاي يا جدعان؟ بص اللي في ايدك يا اسطى قول لي بس انت بتعمل ايه، فاهمني عشان اتجننت والله. فممكن يكون ده فعلا اللي كان بيديني التحفيز ان انا اكمل والطاقه الكافيه ان انا اكمل في حاجه زي كده. فدي يعتبر من الحاجات المميزه جدا في المجال ده بالذات عن اي مجال تاني. من الصعوبات اللي كانت بتواجهني في الاول زي ما قلت كده ان انا ما كنتش عارف اجيب اي سورس من بره، ما كنتش عارف اجيب اي حاجه من بره اتعلم منها، غير ان ثقافه الناس هنا في مصر مقفوله عن فكره ان ده ساحر. فده بيعتمد على التريكات دي، يا اما بقى مع الجن يا اما بيسخر اي حاجه تقدر تعمله تريكات دي. ودي طبعا حاجه غلط تماما، وحاجه انا مش حابب الناس تاخد الفكره بالمنظور ده وبالجانب ده. طبعا احنا ما بنستخدمش اي حاجه من الحاجات دي. لو انا بستخدم اي حاجه من الكلام ده ما كنتش طلعت قلت قدام السوشيال ميديا كلها ان انا ساحر او ان انا بعرف اعمل سحر، ولا ايه؟ طيب سريعا عشان ما اطولش عليك الموضوع، انا من 12 سنه لحد 14 سنه انا ما كنتش بعمل اي حاجه في المجال، هما بس ال3 حركات اللي اتعلمتهم وبس، وما عملتش حاجه تاني. من بعد 14 لحد ال 18 سنه ابتديت ان انا اتعلم، ابتديت ان انا اخد خطوات كتير. من اول 18 لحد اللحظه اللي انا بسجل فيها الفيديو ده انا وقفت كل حاجه، ما كنتش عارف اعمل اي حاجه تاني، ما كانش عندي الشغف ان انا اقدم اي حاجه تاني. كل ما اجي اصور الاقي فيه مايند بلوك، مش عارف اقدم اي حاجه. فده كان سبب الغيبه وسبب ان انا ما كنتش عارف انزل حاجه، ما كنتش بعمل اي حاجه جديده. بس فاللي انا بسعى له بقى من كل الموضوع ده كله ان انا اغير ثقافه الناس هنا، ان انا اوصل لحاجات كتير قوي في المجال. عايز اطور المجال ده بشكل كبير، حابب ان انا اخد اي خطوه فيه عشان انا بحب المجال ده فعلا. فحابب ان انا اغير حاجات كتير قوي في المجال ده، منهم ثقافه الناس هنا وان هم واخدين الموضوع كجانب واحد بس. فيمكن بعد كل الكلام اللي انا بقوله ده، فدي فعلا الفتره وده فعلا الوقت بتاع سامح الحقيقي.